بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة وحدوتة جديدة من حواديت رياضية على اتش تي في. حلقة النهاردة حلقة عن السوبر المصري. السوبر المصري اللي كان في نظامه الجديد ما بين 4 فرق، واللي كان بتنظم في دولة الامارات، واللي فاز بيه النادي الاهلي كالعادة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا الجزء الثاني من حدوتة النهاردة وحلقة النهاردة من حواديت رياضية، وكل ما هو موجود داخل الامارات من البطولة والاهداف والاحتفالية وفوز النادي الاهلي وتتويجه بكأس السوبر المصري. انتظروني ولكن بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وقلنا النهارده هنغطي بطولة السوبر المصري اللي كانت مقامة في دولة الامارات، اللي كان بيشارك فيها والاول مرة والنظام الجديد 4 فرق. 4 فرق هو النادي الاهلي المصري وبيراميدز ومودرن فيوتشر وكمان نادي سيراميكا. النادي الاهلي اللي لسه راجع من اليابان، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا ان احنا هنغطي معاكم بطولة السوبر المصري. النادي الاهلي وبعد حصوله على برونزيه اليابان وجاي منتشي ولاعيبته مبسوطه وجمهوره سعيد وفرحان وجايين بمعنويات عاليه جدا، وما ادراك وما معنويات لعيب الكوره وهو راجع كسبان بطوله. ده بالنسبه للنادي الاهلي، وده مش جديد على النادي الاهلي. زي ما تعودنا بينزل من على منصه التتويج عشان يبدا مرحله جديده ويبدا في منصه تتويج جديده. نادي بيراميدز نادي الطموح، النادي اللي من ساعه ما جه مصر او بقى بيراميدز بعد ما كان الاسيوطي، واحنا مستنيين منه كتير قوي. مش بسببنا، بسببهم هم. لعيبه ملايين مليارات، لعيبه تقيله قوي من الاهلي من الزمالك، لعيبه من بره مصر، مدربين عالميين. استنينا ان هم ياخدوا بطوله ولغايه دلوقتي ما خدوش. نتكلم الاول جزء صغير كده بالنسبه لبيراميدز والاعلان اللي كنا بنشوفه قبل الماتشات، ومنهم مثلا ازاي قدروا يقنعوا لعيب في حجم عبد الله السعيد او لعيب في حجم رمضان صبحي ان هو يطلع ويقول احنا مستنيين جمهورنا في الامارات وجمهورنا اللي ورانا. هو حضرتك كان عندك جمهور في مصر عشان يبقى عندك جمهور في الامارات؟ دي وهنعديها. نتفاجئ انه كابتن هاني سعيد بعد الماتش طالع ينتقد الحكم ويقول ان احنا نكدنا على جمهورنا. انه جمهور احنا مش عارفينه. هنتهز الفرصه دي، وده الموضوع اول مره اتكلم فيه، وهو الكابتن رمضان صبحي. يا كابتن رمضان، لما مشيت من النادي الاهلي، والنادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي، وسالوك في المؤتمر الصحفي انت مشيت ليه من النادي الاهلي وتروح بيراميدز، قلت رايح لتحدي جديد او طموح جديد. هقول لك معلومه يا كابتن رمضان يا صبحي، من ساعه ما حضرتك مشيت وسبت النادي الاهلي ما خدتش ولا بطوله. عارف النادي الاهلي خد كام بطوله؟ خد 11، والنهارده كانت البطوله ال 12. بطوله النادي الاهلي النهارده وكاس السوبر المصري اللي فاز بيه النادي الاهلي كان البطوله رقم 12 من بعد ما رمضان صبحي بس مشي وساب النادي الاهلي. نرجع لمرجوعنا بقى ونسيب الطموح لاهله ونروح للفرقتين التانيين، وهم فيوتشر وسيراميكا. فرقتين تقال جدا، فرقتين كويسين جدا، بيأدوا كرة جميله جدا في الدوري المصري. وفيوتشر ليه سابقه في ان هو خد كاس الرابطه في مصر وليه بطوله. بيراميدز ما فيش، سيراميكا ما فيش. النادي الاهلي حدث ولا حرج بالنسبه للبطوله. على طول الفرق جت على دور نصف النهائي، يعني فرقتين هيلعبوا النهارده الساعه 3، وفرقتين يلعبوا الساعه 7. اللي يكسب من هنا يلاعب اللي كسب من الماتش الثاني، والخسران يلاعب الخسران على الثالث والرابع. اول ماتش كان ما بين مودرن فيوتشر وبيراميدز. الماتش بجد كان سيء جدا. الماتش ما كانش فيه كوره، كلنا اتفرجنا على الماتش. ماتش كان تقيل قوي، وماتش ما كانش فيه كوره ولا فيه اي اثاره ولا فيه اي متعه لكره القدم، غير كمان ان ما كانش لسه فيه جمهور في المدرج. الجمهور اللي بيتكلم عنه كابتن عبد الله سعيد وكابتن رمضان صبحي والكابتن هاني سعيد، اللي بيقولوا جمهورنا في المدرج، ما كانش فيه جمهور موجود في المدرج، لانه كان لسه شويه على ميعاد ماتش الاهلي. والماتش كان بطيء وكنا مستنيينه يخلص. كان النظام البطوله انه الادوار التمهيديه كلها بتلعب على طول ركلات ترجيح لو المباراه انتهت بالتعادل. المباراه النهائيه بس اللي بيبقى فيها اكسترا تايم. وصلوا الفرقتين فرقه فيوتشر وبيراميدز لركلات الجزاء، وكان ماراثون كبير وطويل قوي ان كل فرقه شاطت 17 ركله ترجيح. وفي الاخر بيحسم نادي فيوتشر بفضل حارسه جنش المباراه، وبيفوزوا بركلات الترجيح. وبيصعد فريق مودرن فيوتشر عشان يقابل النادي الاهلي في النهائي. كل مصر استنت بقى المباراة الكبيرة اللي طرفها النادي الأهلي اللي لسه جاي من السعودية
ثالث العالم عشان يقابل فرقه سيراميكا. فرقه كويسه جدا، فرقه تقيله جدا، فرقه سيراميكا من الفرق اللي بتأدي كوره ممتعه جدا جدا جدا. موجود فيها محمد ابراهيم لاعب الزمالك السابق، لعيب حريف قوي. فيها القندوسي لعيب النادي الاهلي رايح اعاره برده، لعيب كويس جدا جدا جدا. وفعلا زي ما توقعنا مباراه قويه. النادي الاهلي ونادي سيراميكا الاثنين تبادلوا امتلاك نص الملعب على مدار الشوطين، لغايه ما فين في الاخر خالص النادي الاهلي بيحسم المباراه بهدف لصالحه، وبيفوز النادي الاهلي على فريق سيراميكا بهدف لا شيء في مباراه كانت يعني مش بنفس القوه اللي احنا انتظرناها. في ناس كتيره قالت يمكن النادي الاهلي شويه عنده تشبع، او النادي الاهلي جاي من كاس العالم شويه الفرحه لسه مقصره، ولكن فرقه سيراميكا مش هنغفل حقها. وكان الهدف بفضل شمشون الجبار، الراجل امام عاشور اللي النادي الاهلي لقى ضلته فيه. الراجل بيأكد لك انه النادي الاهلي واقف على رجليه، لانه الراجل في الدقيقه 94 95 بلس 90 زي ما النادي الاهلي متعود بيزق الكرة من نص الملعب. لو انت تشوف الكرة من البدايه مش هتقتنع ان اللعيب ده عارف يجيبها جون. بيروح امام عاشور من ناحيه شماله وبيزق الكرة وبياخد الراجل في ظهره وبيعدي من الراجل الثاني كمان. وطبعا الكرة لما بتكون بتحبك بيحصل كده، بيعمل الكرة بالعرض بتخبط في المدافع وبتخبط في العارضه وبترد للمدافع تاني وبتدخل المرمى، وليفوز النادي الاهلي على سيراميكا بهدف امام عاشور. صعد النادي الاهلي للمباراه النهائيه بعد الفوز على فريق سيراميكا زي ما قلنا بهدف لا شيء، هدف لامام عاشور. والناحيه الثانيه صعد فريق مودرن فيوتشر بعد الفوز الماراثوني في ركلات الترجيح على بيراميدز اللي يلاقي العملاق الاحمر النادي الاهلي في المباراه النهائيه. قبل ما نتكلم عن المباراه النهائيه كان في نفس اليوم الساعه 3 مباراه تحديد المركز الثالث والرابع. هي تعتبر يعني حاجه شرفيه ان هيبقى فيها ميداليه برونزيه، اللي هيكسب هيبقى واخد المركز الثالث. مين بقى اللي بيلعب على المركز الثالث؟ بيراميدز ومعاه سيراميكا. سيراميكا طبعا بيلاعب النادي الاهلي وعنده غيابات من بعد مباراه النادي الاهلي، منهم مثلا ايقاف محمد ابراهيم، لعيب مؤثر جدا وغيابه كان مؤثر جدا. مباراه كانت الشوط الاولاني مش ممتعه برضه، بقالنا فتره كده اي مباراه طرفها بيراميدز ما فيهاش متعه كده، ما حسناش ان فيها كوره، لغايه ما جه الشوط الثاني اللي كان فيه غرائب وعجائب وطرائف جبناها لكم من كل حته في الدنيا عشان تشوفوا حاجه انا كنت بشوفها بس على اليوتيوب او بشوفها في برنامج زمان بتاع طارق علام ولا جلال علام، كان بيقول مواقف وطرائف. احمد ياسر ريان خلى الجيل بتاعنا والجيل الجديد عاش اللحظه دي على الهواء مباشره. الراجل انفراد كامل والمرمى خالي والدنيا فاضيه، واحمد ياسر ريان بيسيب كل الجون ده 7 متر وكسر عشان يحطها في القائم، وبتضيع فرصه من سيراميكا من يعني العجائب والغرائب والطرائف. وبعدها بيضيعوا جون واثنين وثلاثه لغايه ما القندوسي بيجيب جون جميل جدا برجله اليمين، كره جات له والراجل شاط على مره واحده بتروح بتعدي في حارس مرمى بيراميدز احمد ميهوب. جون جميل جدا لاحمد القندوسي اللي بيتالق مع نادي سيراميكا، وانا اتوقع انه اول العائدين من الاعارات للنادي الاهلي هو احمد القندوسي. وبيتقدم فريق سيراميكا وكلنا بنحس انه من حقه ان هو يكسب المباراه دي، ولكن بيجي بقى الراجل الحريف مصطفى فتحي من ناحيه الشمال بيستلم الكوره وبيعمل الكوره تشب كده لب من فوق محمد بسام الحارس اللي المفروض ان هو عنده طول كويس جدا، بيعملها من فوقيه بشكل رائع، وبيتعادل فريق بيراميدز عشان برضه ينتهي اللقاء بالتعادل ويروحوا لركلات الجزاء عشان حارسهم الشاب الصغير اللي كانوا جايبينه من المحله يصد ضربه الجزاء الخامسه، ويهدي نادي بيراميدز الميداليه البرونزيه الشرفيه في بطوله كاس السوبر المصري. وكده بقى سيراميكا في المركز الرابع وبيراميدز في المركز الثالث، وخلاص ما بقاش متبقي غير العرس بقى والحفله الكبيره، وهي نهائي كاس السوبر المصري ما بين النادي الاهلي عملاق افريقيا وثالث العالم ونادي مودرن فيوتشر الحديث وحديث العهد حتى في اسمه. مباراه كانت جميله، مباراه من مباريات النهائيات اللي بنحبها ونحب نتفرج عليها في الكوره. والنادي الاهلي بينهي الشوط الاول بهدفين، متقدم بهدفين على فريق مودرن. اول هدف كان من ضربه ركنيه
بيطلع يركب في الدور الثالث كهربا، محمود كهربا الفولت العالي، وبيركب من فوق خالص وبيركب الكرة صح جدا، وهدف جميل جدا لمحمود كهربا عشان يقول انا راس حربة ما بلعبش على الارض بس، لا ده انا بطلع وبركب وبحط بدماغي كمان، وبيجي الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق محمود كهربا. بيحصل بعد كده النادي الاهلي بيمسك نص الملعب وبيبتدي لعيبته يتمالكوا الملعب بالكامل لغايه ما كهربا برضه بيستلم الكرة على حدود ال 18 ومن لمسه واحده بيعمل اسيست رائع لحسين الشحات. وعلى راي اللي اتقال له قبل كده، شحات مين ده انت مليونير. الراجل حط جون لو تتفرجوا عليه كده حاجه روعه، من بعد لمسه من كهربا بيروح حسين الشحات طالع عليه جنش بيعملها من فوقيه تشيب صغيره كده بتروح بتسكن الشباك، والنادي الاهلي بينهي الشوط الاول متقدما على مودرن فيوتشر 2-0. الشوط الثاني درس لكل من له علاقه بكره القدم، مدرب ولاعب وحتى الجمهور. بس انا عايز اقول لك ان يمكن الجمهور شويه فاهم الموضوع ده اكتر من اي حد. جمهور الكوره بالذات جمهور النادي الاهلي عارف انه النادي الاهلي عوده ان المباراه بتنتهي مع صفاره الحكم، فيبقى لازم الكلام ده تاخده ليك وعليك. الراجل كولر مدرب النادي الاهلي شاف ان النتيجه 2-0 وانا عمال اروح وانفرد، وقلنا قبل كده اللي يضيع يستقبل. الراجل اللي اسمه بيرستاو مضيع فرصه واثنين وثلاثه، امام عاشور مضيع، كهربا مضيع، حتى علي معلول مضيع. الراجل شاف ان انا خلاص ماسك الملعب وبدات فرقه مودرن فيوتشر يجي لها حاله من الاحباط والياس، فقال اعمل تغييرات بقى واريح لعيبتي. عمل تغييره في منتهى الخطا، خرج من احسن 3 أو 4 لعيبه موجودين في مصر، بيخرج حسين الشحات وبيخرج كهربا وبيخرج كمان امام عاشور. يا راجل في حد بيعمل كده؟ في حد يبقى عنده اللعيبه دي ويخرجها من الملعب وفي الاخر بينزل كريم فؤاد، بينزل طاهر، بينزل الحاج موديست؟ يعني في ناس كتير عندها خلاف مع موديست شويه. انا لسه كنت بتكلم مع احد الاصدقاء قلت لهم موديست ده احنا كنا محتاجينه في النادي الاهلي وهو اصغر من كده مش اقل من 7-8 سنين، انما دلوقتي السن باين عليه جدا. ونزل كمان عمرو السوليه في نص الملعب، اللي الراجل اللي بعيد قوي عن الملعب بقاله فتره. فجاه بنلاقي فرقه مودرن فيوتشر بتمسك كوره وبتروح على الجون، وفي خطا من اوفا مصطفى شوبير الكره بترجع له محمد عبد المنعم، بيتاخر في ان هو يشتتها، بيضغط عليه فيرود فيوتشر وبيحرز فيوتشر الهدف الاول ليه من غلطه صعبه قوي ان هي تيجي من حارس النادي الاهلي، ويبقى النتيجه 2-1. برضه جمهور النادي الاهلي او الجهاز الفني او اللعيبه قالوا مش مهم 2-1 برضه احنا كسبانين وممكن نجيب الجون الثالث، لغايه ما محمد محمود لاعب النادي الاهلي السابق بيستلم الكوره بره ال 18 وبيشوط شوطه كده مفاجاه لينا كلنا، بتخبط في مدافع النادي الاهلي بتغير اتجاهها وبتروح في اخر حته في مرمى مصطفى شوبير، في مفاجاه وريمونتادا من العيار الثقيل ان النادي الاهلي يتعادل مع مودرن فيوتشر 2-2. بدا التوتر وبدا القلق واحنا في كاس وخايفين جمهور النادي الاهلي من الوصول لضربات الجزاء. النادي الاهلي مش محظوظ في السوبر لما بيوصل لضربات الجزاء، ده غير ان جنش متفوق في ضربات الجزاء وحارس مرمى فعلا قوي وشاطر في ضربات الجزاء. ما نعرفش مصطفى شوبير موقفه ايه في ضربات الجزاء. جمهور النادي الاهلي كان نفسه الماتش يخلص بدري، ولكن الماتش بيخلص 2-2 والنادي الاهلي بيدخل مع فيوتشر للوقت الاكسترا تايم وبيلعبوا شوطين على كل شوط ربع ساعه، بينتهي ربع ساعه الاولانيه بالتعادل 2-2، النتيجه ما اتغيرتش والنادي الاهلي حاول ونزل بعد كده كولر، نزل قفشه عشان يمسك كوره شويه في نص الملعب، وخرج هاني ونزل اكرم توفيق عشان يعني كان بقى مجهد خلاص ومش قادر يجري في الملعب محمد هاني. ولكن النادي الاهلي زي ما عود جمهوره وزي ما عود الدنيا كلها، النادي الاهلي اتعود على المكسب، ولا تامن للنادي الاهلي ولا لعيبته لغايه ما يروحوا البيت، مش لغايه صفاره الحكم بس. اتاكد ان لعيبه الاهلي روحت البيت، اعرف ان النتيجه كده خلاص خلصت. النادي الاهلي بيحرز هدفين في الربع ساعه الاخيره، هدف منهم لموديست، اخيرا يا حاج موديست فكيت النحس وجبت جون، والراجل بيشاور لهم بايده بيقول لهم هي دي اللي انا مستنيها، انك تعمل لي اوفر، هو ده راس مالي، انا بطلع فوق في العالي، انا اطول واحد، انا لعيب باسكت بطلع وبيركب الكوره بدماغه وحط جون كان فيها شك، الفار بيقول انه هدف، والنادي الاهلي بيتقدم على فيوتشر 3-2 لغايه ما النادي الاهلي قبل نهايه الشوط الرابع ما يخلص
كوره بتتعمل من موديست اسيست برضه بدماغه، كان محطه كويسه جدا النهارده. موديست طلع ركب فوق الدور الثالث وعمل اسيست بدماغه لكريم فؤاد اللي بيروح وبيحط الكوره من فوق جنش. هدف رائع، الهدف الرابع للنادي الاهلي، لتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي ب4 أهداف مقابل هدفين لفريق مودرن فيوتشر. وبالنتيجه دي النادي الاهلي بيتوج بطلا للسوبر المصري الجديد، او بنظامه الجديد اللي كان بيشارك فيه 4 فرق: النادي الاهلي ومودرن فيوتشر وسيراميكا ونادي بيراميدز، اللي بيحصل فيها النادي الاهلي على المركز الاول وفيوتشر على المركز الثاني وبيراميدز على المركز الثالث والميداليه البرونزيه، وبيجي في اخر الترتيب المركز الرابع فريق سيراميكا. ويفوز النادي الاهلي بالسوبر المصري بعد ما كان النادي الاهلي لسه راجع من اليابان بالبرونزيه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي خلاص ما بقاش عنده حل تاني، اتعود على المكسب، اتعود على البطوله، ما عندوش اي خيار تاني. طالما وصل النادي الاهلي بطوله ما بيفكروش غير في منصه التتويج. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك مجلس ادارته مره ثانيه وثالثه ورابعه، مبروك للاسطوره محمود الخطيب، مبروك ثاني وثالث ورابع لجمهور النادي الاهلي اللي كان مالي المدرجات وكان مخلي الشكل راقي وشكل رائع فعلا لامام جمهور دوله الامارات، وكان خير سفير للمصريين في دولة الإمارات. كان منظر المدرج جميل جدا، نتمنى ان ده نشوفه في ملاعبنا وفي مدرجاتنا. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لفرقة فيوتشر، عملت مباراة النهاردة رائعة وعملت ريمونتادا جميلة. إن شاء الله النادي الأهلي زي ما عودنا ان احنا موجودين على منصات التتويج، نتمنى من منتخب مصر الفترة اللي جاية في أفريقيا إن شاء الله ان هو يفرحنا، وان شاء الله مدرب منتخب مصر فيتوريا يختار الاختيارات السليمه، يختار اللعيبه اللي تقدر ترفع اسم مصر في الفتره اللي جايه. ما تنسوش دايما اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا دايما، هنغطي معاكم كل الاحداث الرياضيه وكل البطولات وكل الاحداث الرياضيه اللي موجوده على ارض مصر، لكل من يهمه الرياضه وتهمه كره القدم، مش كره القدم فقط، كل ما يهم الرياضه في الشارع المصري هتكون موجوده على قناه HTV وموجوده في حواديت رياضيه. انتظرونا وحلقه جديده من حواديت رياضيه، والى اللقاء.